اللي في الصورة ده ماهر، واللي أول ما عرف إن صلاح أخوه اتقتل قرر إنه ينزل مصر ويذبح البنت اللي كانت السبب في موت أخوه. وده كان ضمن أحداث رواية أسطورة التوأمين من سلسلة ما وراء الطبيعة. في الجزء الأول من الرواية اتكلمنا عن قصة الأختين ناهد ونجلاء، وعرفنا إن بينهم ترابط ما بيخلي كل واحدة تحس بشعور التانية، وإن أي واحدة بتحس بحاجة التانية بتحس بيها على طول حتى لو الضرب. وعرفنا إن نجلاء حست بوجع حمل ناهد، وعرفنا كمان إن صلاح الحبيب القديم لناهد ظهر، واللي عايز ينتقم من ناهد لأنها سابته وضايقها كذا مرة، لكنه اتحبس عشان ضربها مرة هي وكان معاها ابنها. ووقفنا عند اختفاء نجلاء وإحساس ناهد بالتعذيب على إيد صلاح، لكنهم مش عارفين مكان نجلاء. وبنرجع بالزمن لقبل اختفاء نجلاء بأسبوع. كان صلاح خرج من الحبس اللي هو فيه وقدر يعرف مكان بيت ناهد، وراح قعد قدام بيتها وكان مستنيها عشان لما تنزل يمشي وراها، لكنه اتفاجئ ان ابو ناهد ونجلاء جايين يزوروهم، وده اللي كان هيخليه يمشي، لكنه كان قاعد عشان يشوف ناهد حتى لو من بعيد. وبعد شويه نزلوا ناهد ونجلاء وابوهم ومحمود جوز ناهد، وكانوا كلهم نازلين مستعجلين وكانوا بيعدوا الشارع، لكن كان في عربيه ماشيه بسرعه وكانت خلاص هتخبط في ناهد، بس قدرت تفرمل وخبطت ناهد خبطه صغيره. لكن صلاح لاحظ حاجه غريبه، ان نجلاء كمان اتاثرت بالخبطه ومسكت رجلها في نفس المكان اللي ناهد كانت ماسكاه. وحس صلاح بحاجه غريبه لكنه ما كانش مصدق اللي في دماغه. ولقى صلاح واد صغير من المتشردين اللي في الشارع ونده له واداله 5 جنيه وشاور له على نجلاء اللي قاعده على الرصيف تطمن على رجليها، وطلب منه يروح يدوس على رجليها. وفعلا جري العيل ناحيه نجلاء الناحيه التانيه من الطريق وداس على رجل نجلاء، وحست ناهد بنفس الوجع في نفس الوقت وكانه داس على رجليهم هما الاتنين مع بعض. وهنا عرف صلاح ان اللي بتحس بيه نجلاء بتحس بيه ناهد كمان، وساعتها قام مشي وهو بيبتسم. رفعت كان قاعد في البيت مع محمد شاهين ومحمود جوز ناهد، بص لي الساعه اللي صوتها هو اللي مالي الشقه، وكان رفعت كل ما تعدي نص ساعه ينسى هو موجود هنا ليه وايه اللي وقعه وسط الاسره دي اصلا. وكان بيبص على محمد شاهين صاحبه اللي نايم بشكل ثابت وهو قاعد على الكنبه عادي، ومحمود كل شويه يقف يبص على ناهد ويرجع يقعد تاني. وساعتها كسر محمود الصمت اخيرا وسأل رفعت عن المفروض يعمله. كان عايز رفعت يقول له انه عايز يمشي من هنا، لكنه قال له ان ناهد نايمه دلوقتي، وده معناه ان نجلاء هي كمان نايمه، وانهم هيستنوا لحد ما يرجع صلاح يعذب نجلاء تاني، وان رفعت مجهز حقنه فيها مخدر البارالدهايد وساعتها هيحقن بيه ناهد وهيأثر على نجلاء وهيبان عليها انها ميته. رد محمود على رفعت وقال له ان ده اللي عايزه صلاح ان نجلاء تموت، لكن رفعت قال له ان ده هو اخر حاجه عايزها، وساعتها هيعمل حل من الاتنين، يا هيوديها المستشفى وساعتها هيدخل نفسه في مشكله واسئله، والحل التاني انه يبلغ البوليس عن مكان نجلاء وهيهرب. قال له محمود او ممكن يخاف ويحرق جثه نجلاء عشان يمحي اثرها. عدل رفعت ظهره اللي حس كانه مشلول ومش عارف يحركه، وولع سيجاره وبص لمحمود وقال له انه بيلعب على طبائع النفوس، وان صلاح مش من النوع اللي ممكن يقتل، هو بس عايز ناهد تتطلق ويتجوزها. قال له محمود هو ازاي فاكر ان الموضوع بالسهوله دي؟ قال له رفعت ان صلاح طفل غير ناضج وفاكر انه لما يعمل كده هنقدم له كل الحلول واحنا راكعين. ساعتها جت صرخه من اوضه ناهد فزعت كل اللي في البيت، وقام رفعت وخد الحقنه من على الترابيزه واداها لناهد اللي على طول نامت وكانها ميته. وسالوا محمد شاهين عن محتوى الحقنه، قال له رفعت انها عصير عشان نجلاء، لكن محمد ما فهمش النكته اللي بيقولها رفعت زي كل مره، وعشان كده قال له كل حاجه واللي ناوي يعمله. وما فهمش محمد شاهين وطلب منه رفعت انه يسكت ويستنى. وخرجوا هما الثلاثه من اوضه ناهد وسالوا محمود على المفروض يعملوا دلوقتي. قال له رفعت انهم هيستنوا بس. في الساعه 10 الصبح كان في ضابط واقف قدام الباب بتاع بيت محمد عبد الجواد، وكان كل الاسره مستنيين ان الضابط يقول لهم ان نجلاء ماتت او في المشرحه، لكنه قال لهم ان نجلاء في المستشفى دلوقتي. ساعتها راح محمود ومحمد شاهين ورفعت في العربيه للمستشفى ودخلوا على نجلاء اللي كانت في حاله من الاغماء شبه الغيبوبه، لكن الدكاتره طمنوا رفعت وقالوا له ان اصابتها الجسديه مش خطيره، لكن اصابتها النفسيه خطيره وانها مصدومه من اللي حصل وكان ممكن يبقى عندها انهيار عصبي. وشكر رفعت الدكاتره، وبعدها خرج رفعت عشان يطمن محمود ومحمد شاهين، وقالوا محمد شاهين انه كان على حق وان صلاح حس ان نجلاء هتموت فبلغ البوليس. وكان رفعت بيكره دايما انه يطلع على حق، وساعتها استأذن منهم رفعت عشان يروح ينام لانه قرب يشوف هلاوس زي ان محمد شاهين بقى فاهم النكت بتاعته. لكن قبل ما يمشي جه ظابط سالهم وقال لهم لو بيتهموا حد، ووقتها قال محمود انه بيتهم صلاح، وقفل الظابط المحضر ومشي. وسال محمود رفعت لو صلاح لسه بيشكل خطر على ناهد او نجلاء، لكن رفعت قال له ان القلق مش من صلاح لكن الخوف من حاله ناهد ونجلاء وارتباطهم ببعض. وكمل رفعت في دماغه وقال ان الوضع بقى عباره عن اختين الاتنين
الاتنين بيكرهوا بعض جدا ومفيش واحده ممكن تأذي نفسها عشان تحسس التانيه بالاذى، وانه قدام حاله غريبه. عدت الايام وكان رفعت ماشي في الجامعه بيدور على اي موظف يضايقه عشان في ورق ما اتعملش او عشان اي حاجه حصلت ملوش علاقه بيها، بس هو هيشيل نتيجتها، وده اللي متعود عليه رفعت طول حياته. لكن رفعت قابل محمد شاهين، وساعتها اتوجه ناحيته محمد بضحكه ساذجه وسلم عليه وساله رفعت عن حاله نجلاء. قال له محمد انها بقت كويسه لكن نفسيتها مش احسن حاجه. قال له رفعت ان نجلاء بنت كويسه وجميله وانها تستحق الاحسن دايما. وساعتها قال له محمد انها ست بيت شاطره، وفضل يشرح لرفعت مميزات نجلاء وكانه بيعرضها عليه عروسه. وكان رفعت نفسه الارض تتشق ويبان من تحتها بركان يقع فيه، ولا انه يسمع محمد شاهين وهو بيعرض عليه نجلاء بنت اخته كعروسه. سأله رفعت اذا كان عايز يجوزه نجلاء بنت اخته. قال له محمد شاهين انه لازم ياخد رايها الاول، لكنه هيلاقي احسن منه فين عشان يناسبه. وضحك رفعت وقال له انه لو كان وافق على العروسه اللي جابتها رئيفه اخته اول ما اتخرج كان زمانه معاه بنت اكبر من نجلاء. حس محمد شاهين بالاحباط وقال له ان نجلاء حالتها صعبه قوي ومحتاجه تخرج وتنزل. قال له رفعت انه ممكن يشوف لها شغل عند محامي صاحبه، وكان المحامي ده هو مختار نجيب صديق رفعت من زمان. وبعد ايام كانت نجلاء ورفعت في الاسانسير طالعين لمختار نجيب المحامي اللي كان رفعت بيعالج ابنه من فقر الدم. وعلى طريقه زعماء المافيا كان مختار مديون لرفعت بخدمه طول حياته، وشاف رفعت ان مفيش خدمه اكتر من انه يشغل نجلاء ويخليها تخرج من حالتها. وكان عرف رفعت من نجلاء ان ناهد سافرت اسوان مع محمود جوزها لان جاله شغل هناك. ودخل رفعت ولقى مختار في مكتبه وبره في محامي. عرف بعد كده انه اسمه كمال، وانه من وقت للتاني بيبص لنجلاء بنظرات كلها خجل واعجاب وان هي كمان بتبص له. ساعتها دخل رفعت لمختار وعرفه على نجلاء، وقال له مختار انه هيهتم بيها وهيعاملها زي بنته بالظبط وانها تتبسط من شغلها هنا. ومشي رفعت وهو مدي ظهره للشركه وكانه حاسس انه في نهايه مسلسل عربي، ووصل بنته لبر الامان وانه دوره خلص لحد هنا. وعدى شهر على وجود نجلاء في المكتب. رن جرس تليفون بيت رفعت الساعه 9 مساء، وراح يرد عشان يعرف الكارثه لانه متاكد ان التليفون ما بيرنش غير لو في كارثه او مصيبه. ورد رفعت ولقى مختار بيصرخ وبيقول له ان نجلاء اغمى عليها ومش عارفين يعملوا ايه، وانه ما رضيش يكلم المستشفى وكلمه هو لان هو المسؤول عن وجودها في المكتب، وطلب منه ينزل بسرعه. نزل رفعت وركب عربيته وراح مكتب مختار. واول ما دخل رفعت المكتب شده مختار من ايده وقال له انه يتصرف، وكان مختار بيزن عليه انه يتصرف لكنه زعق فيه وقال له يهدى. وراح شاف نجلاء وبعدها كتب ادويه في ورقه واداها لمختار وقال له انه عايزهم دلوقتي عشان يتصرف. وقف مختار مستني ان رفعت يديله فلوس الحاجات اللي هيجيبها، واداله رفعت الفلوس فعلا. ونزل مختار وارتاح رفعت منه، لكنه وقع في مشكله اكبر، ان الحبيب العاشق اللي كان بيقول لرفعت انها لو عايزه دم ياخده منه عادي، وكان كمال بيعيط عشان نجلاء. وهنا تقين رفعت ان نجلاء وكمال بينهم علاقه حب شديده، لكنه كان بيكره العواطف الجياشه دي. ودخل مختار وهو معاه الدواء وادى رفعت لنجلاء حقنه، وبعد دقايق استقر النبض بتاعها وبدات تفوق بالراحه. ساعتها قال له مختار انها لازم تروح البيت ترتاح، لكنه كان عايزها تمشي عشان ما تعملوش مشاكل. لكن كمال حضن رفعت وشكره وقال انه مستعد يعمل اي حاجه عشان ينقذ نجلاء. وكان رفعت بيقول ان الحاجه الوحيده اللي عايزها منه انه ما يلمسوش وهو عرقان ولا يتفتف في وشه وهو بيتكلم. نقل رفعت نجلاء للبيت بتاعها ودخلها اوضتها وطمن اهلها. وكانت ساعتها نجلاء نايمه لكنه قعد جنبها واستناها لحد ما فاقت. ولما فاقت رفعت قال لها انه هيسالها سؤال واحد: هل حست باي اعراض تعب من ساعه ما سافرت ناهد؟ قالت له نجلاء انها ما حستش بحاجه. وخرج رفعت ساعتها من الاوضه واتصل بناهد في اسوان، لكنه كان عارف ان الوقت اللي هيستغرقه في توصيله باسوان ضعف الوقت اللي ممكن يروح فيه اسوان يسال على ناهد احسن. وده لان القصه كانت بتدور في وقت ان عشان تكلم محافظه تانية لازم السنترال هو اللي يوصلك. وبعد وقت رد محمود وسلم على رفعت وقال له رفعت اذا كانت ناهد بخير او حست باي حاجه، لكن محمود قال له انها ما حستش باي حاجه وانها كويسه وزي الفل. استغرب رفعت جدا وشكر محمود وقفل معاه السكه. ودخل لنجلاء وقال لها ان ناهد ما حستش بحاجه. وسالته نجلاء عن معنى ده، قال لها ان في تفسيرين: ان ممكن يكون الحاله اللي هم فيه كانت فتره وبس وخلصت زي الانفلونزا، وممكن تبقى بسبب بعدهم عن بعض فاتقطع اللي بينهم. وقال لها رفعت انها كويسه دلوقتي وانها هيمشي. قالت له انها تفضل كده لحد امتى، لكن رفعت قال لها انه ما يعرفش وان ربنا وحده اللي يعلم. وسابها وخرج من الاوضه ومن البيت كله، وقرر انه يقطع علاقته بالاسره دي تماما لانه ما بقاش فاهم حاجه، وهو بيكره انه ما يبقاش فاهم حاجه.
رفعت كان قاعد في مكتبه وقدامه جواب مقفول جابهوله الساعي وقال له ان ده مبعوت ليه، وفتحه رفعت ولقاه دعوة افراح من الاستاذ محمد عبد الجواد، وهو عقد قران بنته الانسه نجلاء على الاستاذ كمال، وان الفرح هيتعمل في البيت. حس رفعت بانبساط غريب وقرر يروح الفرح رغم انه ما بيحبش الافراح ولا التواجد فيها، لكنه قرر يروح في الاخر ولبس البدله الكحليه بتاعته اللي بتخليه فتنا، ووصل بيت نجلاء وكان الفرح باين لكل اللي بيعدوا من قدام البيت على السطح. لكن رفعت كان هيمشي وقتها لكنه قرر يطلع بالراحه، وطلع اخيرا رفعت ووصل للدور الاخير وهو بيموت، ولقى الدنيا زحمه جدا وكل جيران نجلاء وناهد موجودين. وساعتها شاف ناهد واقفه بترقص هي وجوزها قدام الكوشه بتاعت نجلاء وعريسها اللي باين عليه انه فرحان وسعيد لانه بيتجوز حب حياته. وسلم رفعت على كمال ونجلاء ورحبت بيه نجلاء وكمال وكانوا فرحانين بوجوده انه حضر الفرح. وقرر رفعت يشوف اي زاويه في السطح عشان يعرف يقف فيها بعيد عن الراقصين الاستعراضيين اللي بيرقصوا دول. ولقى رفعت ركن بعيد بيطل على الشارع ومفيش حد واقف، وراح رفعت وبص على الشارع اللي مفيش حد بيعدي منه غير عشان يطلع الفرح، وولع سيجاره وهو مدي ظهره للفرح، وافتكر ان طول عمره بيعمل كده وبيدي ظهره لاي فرح ويدور على المصايب. ساعتها شاف رفعت خال شخص عمال يلف حوالين البيت، وكان رفعت عارف مين الخال اللي تحته ده، كان خال صلاح اللي عارفه رغم الضلمه اللي في الشارع، وما كانش عارف ساعتها يعمل ايه. وفي نفس الوقت لقى حد بيخبط على كتفه بيرحب بيه، ولف رفعت ولقى محمود بابتسامه ودوده على وشه وكان عمال يكلم رفعت، لكن رفعت كان بيبص على الشارع عشان يراقب صلاح. وقال رفعت لمحمود ان صلاح بيحوم حوالين البيت وانه مش عارف عايز ايه. ساعتها اتضايق محمود وتحول كل الفرح اللي فيه الغضب مش قادر يكبته، وفضل يشتم ويقول اللي جابه تاني، وتوجه للشارع وهو حالف يضرب صلاح. وخرج ورا رفعت وهو بيمد من غير ما يلفت نظر كل اللي موجودين ليهم، ونزل رفعت وراه وهو بيجري، ولقى محمود واقف قدام البيت وهو مش لاقي صلاح وكأنه اختفى. وقال محمود انه يدور في حته ورفعت يدور في حته، ولو حد فيهم لقى صلاح يضربه وينده للتاني. ومشي محمود ساعتها من غير ما يسمع رد رفعت على اقتراح محمود، ومشي رفعت في الشارع بيدور على صلاح. وقف رفعت عشان يولع سيجاره، واتفاجئ رفعت بواحد بيقول ممكن ولاعه، ولما بص رفعت لقى صلاح، ولانه صلاح مش فاكر رفعت فكان فاكره حد عادي. ساعتها رفعت قال جوانه مش عارف يعمل ايه، يصرخ في وش صلاح ولا يندى على محمود ولا يضربه ولا يعمل ايه. وسأله رفعت على مكان في شبرا هو كان عارفه، وفضل صلاح يوصف لرفعت المكان، وكان رفعت بيطول معاه في الكلام لحد ما بيظهر محمود. وظهر محمود ورا صلاح وشافه رفعت، وفجأة كتف رفعت صلاح بانه حضنه من ايده، وجري محمود على صلاح وفضل يضرب فيه، وللاسف جت بنيه طايشه في وش رفعت وقعته على الارض، ووقع كمان بعدها صلاح على الارض. وفضل محمود يضرب فيه لكن مش ضرب واحد عايز يربيه، ده ضرب واحد عايز يموته. وقف محمود ضرب في صلاح اللي بطل يقاوم، وقرب منه رفعت وحط ايده على صدره. وساعتها بص لمحمود وقال له ان صلاح مات. اتخض محمود جدا وما كانش عارف يعمل ايه ولا يتحرك من مكانه، وقال لرفعت وقتها انهم يهربوا ويسيبوه ومحدش يعرف انهم هم اللي عملوا كده. وساعتها زعق له رفعت وقال له ان انت في محضر خطف نجلاء اتهمت صلاح، وبعدها الشرطه تلاقي صلاح ميت على بعد شارعين من الناس اللي كان خاطف بنتهم، ساعتها فعلا مش هيعرف. وقال له رفعت انه هيتحمل نتيجه اللي عمله ومش هيعمل حاجه ضد القانون ابدا، وانه هيبلغ البوليس. وبعد وقت كان رفعت قاعد في بيته بعد ما اطلقوا سراحه بضمان وظيفته، وبعدها بوقت قليل قدر محمود يثبت ان الجريمه حصلت دفاع عن النفس. ساعتها حس رفعت ان المشكله خلصت، الرابطه اللي بين الاختين انتهت وكمان صلاح مات. وقال رفعت ساعتها ان محمد عبد الجواد ابو نجلاء هيطلع زومبي ولا ايه، لكن كانت المشكله اتحلت فعلا بس بشكل مؤقت. رن جرس التليفون بتاع رفعت، وقال رفعت في نفسه هو ليه اصلا لسه عنده تليفون ده ما يرميه، لكنه رد ولقى محمد شاهين بيسلم عليه وبيقول له انه لازم يزور نجلاء. قال له رفعت ليه ما هي كويسه، لكن محمد شاهين قال له انه ما زارهاش من ساعه ما اتجوزت وانها المريضه بتاعته زي بنته. حس رفعت انه لازم يروح فعلا، لانه بالرغم من اللي شافه من العيله دي كان بيحب نجلاء وشايفها تستحق حظ احسن من اللي هي فيه. وقال له رفعت هي ساكنه فين، لكن محمد شاهين قال له انها ساكنه مع اهلها لسه لان ابوها تعبان وامها كمان وبحاجه لرعايه. وسالوا رفعت على سبيل الهزار ان هي لسه ما خلفتش، لكن محمد شاهين قال له انها متجوزه من شهرين بس هتخلف ازاي. قال رفعت جواه ان الراجل ده عنده شجاعه كبيره قوي انه يقول لدكتور ان شهور الحمل 9، وساعتها قال له رفعت انه هيبقى موجود الساعه 8 بكره. وراح رفعت فعلا ودخل عند نجلاء ولقى كمال بيرحب بيه وهو لابس بيجامه غريبه، لكنه تغاضى عنها وساله عن احوال نجلاء. قال له كمال انها كويسه لكن كل ما بتبقى لوحدها بتفضل تصرخ وتقول انها شافت شبح صلاح. ساعتها استغرب رفعت من اللي بيسمعه لكنه كان حابب يغير الموضوع، وسال كمال عن حمل نجلاء، لكن كمال قال له الحمد لله ان في حمل. وساله رفعت هل عمل اختبار، قال له ان الامور واضحه يعني. ساعتها قام رفعت عشان يطمن على نجلاء ويشوفها، وسالها اذا كانت بتحس اي حاجه بعد جوازها. قالت له انها ساعات بتحس بوجع جامد في جسمها
وان في اماكن بيبقى لونها ازرق وما بتروحش، وسالها اذا كان السبب من ناهد، لكنها قالت له انها ما تعرفش السبب وانها تعبت من اللي بتشوفه وبتحس بيه. لكن رفعت طمنها ان كل حاجه هتتحل. وخرج رفعت من عندها وقابل محمد شاهين اللي قال له ان في خبر وحش، وهو ان ماهر رجع من فرنسا. وساله رفعت ماهر مين، فقال له محمد شاهين ان ماهر يبقى اخو صلاح وانه حالف ينتقم من اللي قتل اخوه، وكان عايز رفعت يمشي بسرعه قبل ما ماهر يعرف انه كان سبب في موت اخوه يقتله. وفعلا مشي وقرر انه مش هيعرف العيله دي تاني، لكنه اكتشف ان المره الالف اللي يقول فيها كده يرجع برضه ليهم. لكن فعلا فضل كتير مفيش حد بيكلمه من العيله دي ولا بتيجي اخبار. لكن في يوم جه تليفون من اسوان لرفعت في الكليه، ولقى محمود جوز ناهد هو اللي في المكالمه وبيقول انه عايز يقول له حاجه، وهي ان ناهد بيحصل لها حاجات غريبه، وهي ان مهما يحصل لها مش بتحس بحاجه، وانها اتخبطت في رجلها من فتره لكن ما كانش في علامات على رجلها، وانها بقى لها 4 شهور حامل لكن ما فيش اعراض حمل عليها، وعرفنا انها حامل بالصدفه. طلب منه رفعت يقفل بسرعه وهيكلمه تاني، وكلم رفعت كمال في المكتب وطلب منه يعمل اختبار حمل لنجلاء بسرعه. وتاني يوم جه الرد من كمال ان نجلاء النتيجه بتاعتها سلبيه ومش حامل. راح رفعت لنجلاء وكشف على رجليها ولقى فيه كدمه في رجليها مكان ما ناهد اتخبطت زي ما قال له محمود. وراح رفعت اتصل بمحمود وطلب منه الحضور للقاهره في اسرع وقت، وان الموضوع لا يحتمل التاجيل، وقفل السكه من غير ما يسمع رد محمود. وسالته نجلاء عن اللي بيحصل، وقال لها ساعتها ان الموضوع اتطور، وان نجلاء بقت تحس بالمشاعر الوحشه اللي المفروض تحس بيها ناهد. ناهد لو حملت نجلاء هتحس باعراض الحمل، ولو ناهد اتخبطت نجلاء هي اللي هتحس، وان ناهد هي اللي المفروض تشوف شبح صلاح لكن نجلاء اللي بتشوفه. وسالته عن الحل، قال لها لما اختك تيجي هنشوف. بعت رفعت للدكتور ايجور مدير معمل الظواهر الغير طبيعيه، وقال له على حاله البنتين وان الموضوع بقى خطر على بنت منهم. قال له دكتور ايجور ان ده ارتباط بين الاختين عن طريق حاجه اسمها السيال الحيوي، وانه حاجه معقده بين التوائم، لكن ده بيحصل وهيفضل يحصل، وان في عمليه بنعملها في امريكا لقطع الربط ده. وقال له ان سبب احساس واحده من الاختين بكل المشاعر السيئه اللي بتحس بيها الاخت التانيه بيبقى مقصود من الاخت التانيه لكن بدون قصدها، بمعنى انها من جواها بتتمنى ان اختها تحس بكل ده لكنها مش بتسعى لايذاء نفسها. وكتب الدكتور ايجور في اخر الخطاب لرفعت ان ممكن البنتين يعملوا العمليه على حساب المعمل لكن هيتم دراستهم هناك. شكروا رفعت وقالوا انه هيرد عليه في اقرب وقت. وصلت ناهد من أسوان على القاهرة وقعدت قدام رفعت مع أختها، وكانت العيلة كلها مجتمعة، وقال لهم رفعت على الوضع اللي هم فيه، وإن نجلاء بتتعذب بسبب ناهد، وإنهم لازم يعملوا العملية دي. لكن ناهد هاجمته وقالت له إنها مش هتعمل عمليات، ومحمود قال له إنه مش هيسفر مراته عشان تبقى فار تجارب لأصحابه بره، وهجم كل البيت على رفعت. لكن نجلاء كانت ساكتة، ولما سألها على موقفها قالت إن دي مشاكل بينها وبين أختها. فهم رفعت وقتها إنه غير مرحب بيه بعد ده كله وسط العيلة، ونزل من البيت لكنه كان مقرر جدا إنه مش هيعرف حاجة عن العيلة دي تاني. وفعلا رفعت ما سمعش عن العيله دي. وفي يوم اتصل بيه محمد شاهين، واول ما عرف رفعت انه محمد شاهين قال له انه مش هيرجع تاني عشان البيت ده ولا العيله دي. لكن محمد شاهين قال له ان ناهد اتقتلت وكانت ماشيه في الشارع مع جوزها، وهجم عليها ماهر اخو صلاح وذبحها وبعدها هرب، لكنه اتمسك بعد كده وبيتحاكم دلوقتي. وساله رفعت عن نجلاء، قال له محمد شاهين ان نجلاء بخير وحامل دلوقتي وانها عايشه مع كمال من غير مشاكل. وعزاه رفعت وقفل معاه السكه، وعرف رفعت ان السيال الحيوي اللي كان ما بينهم هما الاثنين اتقطع بموت ناهد. وبيقول رفعت انه من الاول بيوصف علاقه الاختين بانها علاقه من روايات ديستويفسكي، وانها انتهت نهايه دراميه جدا بموت الاخت الشريره، وفضلت الاخت الطيبه تنعم بحياتها. الفيديو ده كتبه مصطفى تيفا وسجله محمد طاهر، ده اللي هو انا يعني، وعمل الفيجوالز بتاعته خالد جلاله، ومنتجته مريم فوده. وما تنسوش تعملوا فولو لصفحه محمد طاهر عشان تتابعوا الفيديوهات الكوميديه، وتعملوا سبسكرايب لقناه فيلم في ال50 على اليوتيوب عشان تتابعوا الملخصات الدراميه. سلام.